مظبوط. بس محتاجة ايه كده شوية. مظبوط. كنا بنعملها ازاي دي؟ تمام. مساء الخير. انا تقريبا رجعت تاني بعد سنتين انقطاع. وحشتوني، اتمنى اكون انا كمان وحشتكم. وحشتني القعدة قدام الكاميرا جدا، وحشني الكلام والرغي الكتير قوي قدام الكاميرا ده. طيب، اللي فاكرني منكم لسه ما وقعتش من دماغه يعني، فانا نادين اللي كانت بتتكلم عن كتب نادين's بوك شيلف، مش عارف ايه الكلام الحلو ده كله. واللي فاكر كمان فاكر ان نادين دي جت في اخر 2022 واختفت تماما. اختفت، اللي هو بقى مسحت الفيديوهات وقفلت اكونت انستجرام بتاعي اللي كان عليه حوالي 12 ألف فولور وحاجات زي كده. يعني في حركة مروان بابلوية عن جدارة يعني. وصلني الناس اللي كانت بتكلمني وكانت تحاول تطمن عليا، اللي بعتولي على جود ريدز، واللي كانوا بيحطوا لي كومنتس على الشانل، واللي كانوا بيحاولوا يتواصلوا معايا على البرايفت اكونت بتاعي. فمتشكرة قوي يا جماعة. أنا طبعا زي ما انتم شايفين زي القرد اهو. انا كان عندي اسبابي اللي خلتني اقفل الشانل خالص واقفل الانستجرام والحاجات دي كلها. وصدقوني القرار ده ما كانش قرار اندفاعي مثلا او حاجه زي كده، لا، هو كان قرار واعي مني. كان عندي اسبابي وقتها اللي كنت بسببها شايفه ان هي اسباب منطقيه جدا ان انا اقفل الشانل. وقتها انا كنت فاكره ان الاسباب دي حقيقيه وهتستمر، يعني كان قرار اعتزالي. المهم، كفايه رغي، خلوني اقول لكم بالظبط كده انا ايه اللي حصل في السنتين اللي فاتوا. تريجر وورنينج. في الفيديو ده هنتكلم عن المنتل إلنس، فلو حد الموضوع ده بيضايقه مش لازم يعرف انا كنت فين. ببساطه وباختصار، لو حد مش عايز يكمل الفيديو للاخر، انا طول السنتين اللي فاتوا دول انا كنت بكسر الجنريشنال تروما وبكسر الثوابت الشخصيه بتاعتي. بس كده خلاص خلصت. ده الفيديو كله في ثانيه وربع فعلا. يعني ده اللي حصل، وده اللي ادى بيا ان خلاني عايزه اقفل الشانل ومبقاش طايقه نفسي ومش طايقه الحياه كلها. ولسه بيحصل لحد النهارده، بس طبعا مع اقل ان انا عادي بقيت طايقه نفسي وطايقه الناس عادي جدا. بصوا بقى، انا بدات ثيرابي في وقت ما في 2022. كان الهدف ان انا كنت بعاني من قلق عموما، يعني قلقانه. فانا كنت فاكره ان يعني دي حاجه مش تمام، ومحتاجه يعني محتاجه نوع من انواع الريجوليشن. فقلت انا الافضل ان انا اروح لثيرابي، واكيد يعني ده افضل من انا اعمل الحلول المرتجله بتاعه القلق. وده اللي حصل فعلا، ورحت ثيرابي. وبعدها شهر 7/22 بالظبط تم تشخيصي بالوسواس القهري. بعد يعني مش هقول حادثة، بس يعني فترة كده حصل فيها زيادة شديدة جدا في أعراض القلق. فتشخصت وقتها بالوسواس القهري. وللأسف للي ما يعرفش، الوسواس القهري حقيقي مش مرض سهل. بالنسبة لي أنا مش عايزة أبان أكون بزايد على حد، الحقيقة أنا مش بزايد، ولكن أنا بالنسبة لي بشوف مثلا، خلينا نقول مريض حاجة زي الاكتئاب مثلا، بيعاني، ما بقللش من معاناته، ولكن هو بيواجه آه، إحساس بعدم الجدوى، بفقدان الأمل والحزن. تمام، يعني إحساس مؤلم أكيد، مش بقلل منه، بس خلاص يعني الموضوع بدايته ونهايته هنا. ولكن في الوسواس القهري أنت في دماغك زنان مش بيقف. حتى بيسموه مونكي برين أو جامبي برين، مش فاكرة بالظبط. ولكن في زنان مش بيقف. زنان عمال يشك فيك في كل حاجة أنت بتعملها، وبيشك في النفس اللي أنت بتتنفسه، بل وكمان عمال يولد لك أفكار بشعة، أفكار way against your value. يعني أنت كبني آدم، شوف أنت بتحترم إيه وبتقدر إيه. الوسواس القهري غالبا هيجيب لك أفكار العكس تماما، وهيقنعك بشكل أو بآخر إن هي فيك. وخصوصا لو حد عنده وسواس قهري ليه علاقة بالموراليتي أكتر، بالحاجات الأخلاقية يعني. أنا نفسي كنت بواجه مشكلة كبيرة قوي إن أنا أصدق أصلا إن أنا كان عندي OCD أو وسواس قهري. ليه؟ لأن الوسواس القهري اللي أنا اتشخصت بيه أصلا ما كانش هو الصورة النمطية اللي أنا أو معظم الناس عارفينها عن الوسواس القهري، اللي هي بتتكلم أكتر أو مركزة أكتر على النظافة والترتيب وغسل الإيدين وتقفل مفتاح النور مرتين 3 4 وحاجات زي كده. لأ،
الموضوع كله كان بيحصل جوه دماغي، الفكرة بتيجي، الcompulsive behavior، كل ده بيحصل هنا. يعني عموما أنا ممكن أكلمكم لو تحبوا في فيديو منفصل عن الموضوع ده بالذات، ولكن العامل المشترك ما بين الوسواس القهري بالصورة النمطية اللي احنا عارفينها وما بين اللي أنا مريت بيه هو القلق المستمر والbehaviors اللي أنت مش قادر تسيطر عليها، اللي أنت شايف إن هي هتسبب لك نوع من أنواع الريليف. ومن هنا بالظبط بدأت رحلة علاجي النفسي اللي بجد. من الوقت ده بدأت آخد أدوية اكتئاب، ومع عدم التحسن مع دواء الاكتئاب بقيت باخد مضاد هلوسة. في نفس الوقت أنا كنت أصلا بتابع مع طبيبة متخصصة في العلاج المعرفي السلوكي، اللي هو أصلا أشهر مدرسة علاجية في علم النفس. قعدنا بقى سنة كاملة أخذ ورد وطلوع ونزول وعياط وحاجات حلوة وانتكاس، وابقى كويسة شوية فاحس ان في امل، بعد كده اقع فاحس لا يا لهوي مفيش اي امل، انا اتكتبت عليا المعاناة للابد. حاجات كتيرة قوي، كانت سنة صعبة مليانة ups and downs بشكل مخيف، يمكن كمان حتى أكتر من سنة، حوالي سنة ونص كمان. وصلت بقى المرحلة مع الدكتورة الأولانية قالت لي نادين بصي أنا مش عارفة أساعدك أكتر من كده، أنا جبت آخري، يعني دي آخر معرفتي، ده آخر اللي أنا درسته، مش هعرف أساعدك بحاجة زيادة أكتر من كده. ورشحت لي مدرسة علاج نفسي تانية، قالت لي دي ممكن تجيب معاكي نتيجة. تمام. فاست فورورد كده شهرين ثلاثة رحت لدكتورة تانية كتبت لي على انتي ديبريسنت اقوى شوية، وفعلا جاب معايا نتيجة، هدى الاعراض بنسبة كبيرة جدا. ومعلومة برضو الأدوية بتهدئ الأعراض ولكن ما بتعالجش السبب الرئيسي، بمعنى إحنا بناخد الأدوية عشان تهدي الأعراض وبتخلينا نمارس حياتنا بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت نكون شغالين ثيرابي في ده مع ده يطلع منك انسان احسن. لكن الموضوع ما استمرش كتير، انتكست تاني، وبرضه وصلت مع الدكتوره دي لنفس النقطه، الا وهي نادين انا مش عارفه اساعدك بحاجه اكتر من كده، وحقيقي مش قادره افهم فين المشكله. انا كده احنا معانا دكتورتين قالوا لي نادين احنا مش عارفين نعمل لك ايه. دخلت في حاله من فقدان الامل الحقيقه، وكنت بدأت اللي هو خلاص بقى يعني دي حياتي وده شكل حياتي، انا محتاجة اتصالح مع فكرة ان انا مريضة وسواس قهري مش هخف منه، وهيبقى زي اي حد عنده توحد، محتاجة مثلا الناس تعاملني بشكل معين وانا محتاجة اتعامل مع نفسي بشكل معين. لكن كان في حاجة جوايا بتقول لي لا، ما الحياة ما بتتعش كده، ما هو انا مش هقعد احسس على الكلمة اللي انا بقولها، ومش منطقي حتى ان الناس تقعد تحسس على كل كلمة بيقولوها لي، مفيش حاجة اسمها كده، ما سمعتش عنها قبل كده الحقيقة يعني. لحد ما وقع في طريقي معالجة نفسية أنا مدينة ليها حقيقي بقعدتي هنا، بقعدتي دلوقتي قدام الكاميرا بهذا الثبات عمالة أتكلم. غيرنا مدرسة العلاج النفسي تماما، قلبنا الهرم بتاع العلاج النفسي كله. يعني باختصار كده الهرم بتاع العلاج النفسي بيبدأ السي بي تي بيبدأ من الأفكار وبينتهي بالمشاعر، لا هي قلبتها، بدأت على طول، دخلت على طول كات ذا كراب، دخلت على طول في المشاعر. ها وروني ايه المشاعر اللي متخزنة في الجسم دي. وأجرك الله بقى الصراحة، تروما من هنا على تروما من هناك على، يعني كانت حاجة سيئة جدا. ما كنتش أعرف يعني الحقيقة إن أنا كنت شايلة ومحملة لهذه الدرجة، وحقيقي أنا اتداس على وشي في الجلسات دي ولكن اتأكدت والحمد لله إن المشكلة مش فيا، وإن العيب مش فيا، لأن أنا كان دايما كنت بعين طب أنا كده ليه؟ أنا ليه عاملة كده؟ أنا ليه بفكر كده؟ أنا ليه دماغي بتعمل معايا كده؟ المشكلة مش فيا ولا في دماغي ولا في أي حاجة. It's a generational thing، انتقلت من جيل لجيل لجيل، حد عمل حاجة أدت لحاجة أدت لحاجة، فأنت ما تقدرش تلقي اللوم على حد أصلا. مش بقول إن أنا خفيت 100% وبقيت البنت الهيلثي الهيلد الجميلة دي، لأ، أنا لسه قلقانة، وبدوي أنا برضو عندي نوع من القلق دلوقتي، وقاعدة بصور عادي جدا. من الآخر القلق ما بقاش crippling زي زمان، عادي أنا عارفة أتعامل معاه، بل عارفة ازاي احس بيه في جسمي واقعد بيه، بل كمان اعمل له ريليس من جسمي بشكل صحي وآمن، بحيث ان انا اعرف اعيش يومي بشكل طبيعي. تسألوني طيب يعني يا نادين احنا مالنا، يعني انتي حصل لك تروما عن الاجيال وبتاع، احنا مالنا ليه وقفتي فيديوهات؟ يعني هقول لكم هو بيحصل كده، يعني الموضوع جه كده، يعني عامل لكم ايه؟ هو ما كانش كده بس، يعني هو مش مجرد انا عماله احفر في الاصل بتاع التصرفات اللي انا بعملها، لا لا، هو الموضوع جه معاه حاجات تانية، يعني هو جه معاه ازمه هويه شديده جدا. لما انت اصلا تكون باني هويتك على ان انت، خلينا نقول
الشخص الجدع اللي بيساعد الناس، الطيب اللي ما بيزعلش حد. وبعد كام جلسة ثيرابي تكتشف ان انت مش هذا الشخص، ومش عايز تبقى هذا الشخص، بل هو فرض عليك ان انت تبقى كده. بل كمان فوق ده كله انت غاضب جدا، فانت بتوصل لمرحلة طب في ايه؟ طب انا مين؟ طب انا بعمل كده ليه؟ طب انا بعمل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ ده غير ان اصلا كمان بالنسبة لي اللي زود الموضوع ده زيادة شويتين، ان سمة من سمات الاو سي دي ان هو بيشككك في نفسك، بيديك هزة شديدة جدا في السلف استيم بتاعك وفي ثقتك في نفسك وفي السنس اوف سيلف بتاعك. كانت فترة صعبة جدا واحساس بالخواء شديد جدا، مصاحب ليه وعي شديد بالذات. يعني هو من فوائد العلاج النفسي بيخلي عندك وعي بذاتك، بس محدش بيتكلم عن وعيك المفرط بذاتك اللي بيخليك مسلول. طب هو انا لو عملت كذا ابقى انا كده لسه بقري انفورس الباترن القديم اللي انا بحاول اتعالج منه، ولا انا بعمل كده علشان انا عايز اعمل كده اصلا؟ في لفه غريبه كده، مهم ان انت بتقف محلك سر ما تتحركش في حته. فانا برضو كنت هناك. ففي وسط كل ده انا هجيب منين طاقه ومجهود ان انا اقرا في المقام الاول في حاجه محتاجه مجهود ذهني زي القرايه، وان انا اقعد قدام كاميرا واتكلم؟ خصوصا ان I take it really seriously، ان انا محتاجة عايزة اكتب سكريبت واطلع اقول حاجة بشكل حلو ويبقى شكلي نوعا ما representable وهكذا. ما كانش عندي اي طاقة لاي حاجة من الحاجات دي. وفوق ده كله كمان كنت بتساءل من جدول اللي انا بعمله. انا ما كنتش شايفة اي معنى لاي حاجة انا بعملها اساسا. كنت شايفة ان انا حصرت نفسي في حتة صغيرة جدا من شخصيتي، وانا اصلا ما بقتش متاكده هل انا اصلا بحبها بقى ولا لا. طب ايه هو كله هيبقى نكد؟ لا، انا بس كنت قصدي انكد عليكم شويه في الاول، شويتين. ولكن هو الفيديو كله مش نكد. في خضم السنتين اللي فاتوا دول انا اتجوزت حب حياتي كله، احمد، الشخص اللي انا حبيته من كل قلبي، الشخص اللي كان ماي روك في خضم كل الألم اللي أنا مريت بيه. وأنا عشان عارفة إن هو هيتفرج على الفيديو ده، حابة أقول إن هو لولا أنا ما كنتش هبقى عندي دافع إن أنا أكون أحسن وأغير حاجات في نفسي. كنتش هبقى شايفة جدوى في تحمل كل هذا الألم في الحياة. وحاليا أنا بصور من بيتي، في صالة بيتي تحديدا، ده جزء من مكتبتي بصراحة. يعني انتوا افتكر فاكرين مكتبتي كانت عاملة ازاي؟ فلا، ده جزء منها. هي توسعت طبعا لان كتبي على كتب جوزي، فالموضوع كبر قوي، ولكن ده جزء منها في الكتب اللي انا بحاول او نفسي اقراها قريب. طب وبعدين ايه الوضع النهارده؟ يعني طلعت بحب القرايه في الاخر ولا ما بحبهاش؟ عادي بحب القرايه، وغالبا انا هو نفس ذات الشخص. في اختلافات، بس افتكر اختلافات انتوا مش هتبقوا مهتمين تعرفوها قوي، لان هي اختلافات deeply in my personality يعني. ولكن البيز والاساس لسه زي ما هو، انا بحب القرايه عادي، ولكن اللي اختلف هو الدوافع بتاعتي. يمكن زمان انا كنت بحب اقرا علشان احس احسن تجاه نفسي، لكن دلوقتي انا بحب اقرا عشان انا عايزه اقرا، عشان انا مستمتعه بالقرايه وعايزه بجد اقعد اقرا. لكن اللي اختلف في القرايه زمان عن دلوقتي ان بس الذوق اتأثر بالفترة اللي أنا فيها. يعني زمان أنا كنت مهتمة قوي بالروايات والحاجات النون فيكشن الأقرب للبوب كلتشر. لكن انا دلوقتي مثلا بحكم الفتره اللي انا فيها مهتمه اكتر بعلم النفس والتروما هيلينج والفاميلي تروما والحاجات دي كلها. يمكن اللي اختلف شويه كمان ان انا ما بقتش بخجل من نفسي، من ان انا اظهر جوانب من نفسي او من شخصيتي. زمان كنت بحس لا، مش عايزه حد يتريق عليا، مش عايزه حد يعلق عليا، بس دلوقتي حاسه قشطة، صباح الفل يعني. ما بالنسبة للشانل هنا فهيكون المحتوى فيه جزء منه قراءة وجزء منه هيكون سيلف اكسبريشن، لان يمكن دي اكتر حاجة انا مفتقداها يعني كانت الشانل بتوفرها لي، الا هو التعبير عن نفسي. هتكلم اكتر كمان عن المواضيع اللي شغلاني والحاجات اللي انا بفكر فيها. ممكن نعمل فلوجز تقولي وانا بطبخ. اكتشفت بحب اطبخ على فكره. المجمل يعني هيكون في تجارب كتيره قوي لنوع المحتوى اللي انا عايزه اقدمه. وبس كده، دي كانت حكايه السنتين اللي فاتوا، ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل. من ضمن الحاجات اللي هتحصل ان انا هغير المكتبه دي قريب، ف stay tuned. وان انا حاليا عماله اقرا جيم اوف ثرونز بترجمه هشام فهمي بالعربي، فحقيقه انا منبهره جدا بيها، فبرضه stay tuned. عموما لو بيعجبكم المحتوى او مهتمين تتفرجوا عليه، بليز اعملوا لي سبسكرايب لو مش عاملين، وهتلاقوا لينك انستجرام في الديسكريبشن، اعملوا لي فولو هناك علشان نكون على تواصل.
اشوفكم قريب. باي باي.